بمناسبة استفزاز الصحفيين المغاربة للعميد حسام حسن مدير الفني للمنتخب المصري العظيم، أعتقد إن ده الوقت المناسب اللي أتكلم فيه عن الجمهور المغربي وإصرارهم العجيب على تشجيع أي فريق من قبله، سواء بنين أو كوت ديفوار أو السنغال. ولما طبعا اتسألوا عن تشجيعهم للمنتخبات اللي بتقابل المنتخب المصري واللي المفروض بيربطهم علاقة أخوة وعروبة، ردوا وقالوا إن الجمهور المغربي ده جمهور ذواق يحب يشجع المنتخبات اللي بتلعب كورة حلوة وممتعة. منتخبكم بيلعب كورة مملة. سبحان الله، الجمهور المصري على القهاوي كان بيشجع المغرب بكأس العالم 2022. هل المنتخب المغربي كان بيقدم كورة جميلة وممتعة لما كان بيركن الأتوبيس ورا وكان بيكسب الماتش بهجمة مرتدة أو ضربة ركنية؟ إحنا عملنا بأصلنا معاكم شجعناكم، وأنتوا عملتم بأصلكم معانا شجعتوا في الأثر. وأنا مش فاهم إيه نوع الكورة الجميلة والممتعة اللي بتقدمها زيمبابوي أو أنجولا أو بنين عشان الجمهور المغربي يشجعها ضدنا. بس ما علينا، زي ما هما قالوا احنا احرار بنشجع ما نحب، والعروبه ملهاش علاقه بالموضوع. انا متفاهم ان اي شخص ناجح لازم يكون ليه اعداء ولا ما يبقاش ناجح، بس ما كنتش عارف ان موضوع ال7 بطولات ده يوجعكم للدرجه دي، وبنفس المنطق ونفس المعيار بتاع التجرد من المشاعر. ليه بتتقمصوا لما بنتكلم عن التحكيم؟ اللي ايده نظيفه ما بيخافش ولا يزعل. هو مطلوب من السوشيال ميديا المصريه انها تسكت لما تلاقي كل ماتش للمغرب التحكيم متحيز ليها؟ هو مطلوب مني كمشجع ايا كان انتمائي اشوف منتخب زي تنزانيا بيتظلم بضربه جزاء واضحه وضوح الشمس؟ بتتقمصوا ليه لما السوشيال ميديا المصريه بتتكلم عن فوزي لقجع وعلاقته برئيس الاتحاد الافريقي؟ بتتقمصوا ليه لما بنقول ان المنتخب المغربي هو المنتخب الافريقي الوحيد اللي بيلعب تصفيات كاس العالم وتصفيات الامم الافريقيه على ملعبه بدون مباراه واحده على ملعب المنافس؟ وفي الاخر زي ما انت بتدي الحق لنفسك الحريه انك تشجع اي فريق انا بقابله، انا كمان ليا حريه انتقاد اي وضع غلط انا بشوفه. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.